الفنانة آمال وحيد ملكة جمال مصر اللي اتحمس ليها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وعاندها الحظ. في كثير من الأحيان ما يلعب الحظ دور مهم في حياة الفنان، فيمكن أن ينقله إلى الصفوف الأولى ويحظى بالشهرة والأضواء والأدوار الكبيرة، أو أن يظل حبيس الأدوار الثانوية في انتظار فرصة للتألق ولكن لا يصل إليها. في زمن الفن الجميل ظهرت بعض النجمات التي سعوا نحو الشهرة والنجومية، ولكن سرعان ما اختفى نجمهم وعادت مثلما حدث مع الفنانة آمال وحيد. لا يوجد تاريخ ميلاد لها محدد، يمكن القول بأنها ولدت في العشرينيات من القرن الماضي. فازت بلقب ملكة جمال مصر سنة 1945، وتحمس لها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وشاركها في دور صغير في فيلم لست ملاكا. وفي نفس العام تحدث عنها الصحف والمجلات كثيرا بعد مشاركتها في نفس العام في الفيلم المصري العراقي ابن الشرق، وأول عمل فني من بطولة الفنانة مديحة يسري، خاصة أنها كانت أول ملكة جمال لتشارك في فيلم عربي. وعلى الرغم من الدعاية الضخمة لاسم الفنانة آمال وحيد وما قاله عنها عبد الوهاب أنها تستحق مكانة فنية، لم تصل إليها إحدى نجمات الفن الجميل إلى أنها لم تحقق أي نجاح، واقتصرت أدوارها على الأدوار الداعمة الثانوية والسنيدة في حوالي 12 فيلم خلال الفترة من الأربعينيات إلى منتصف الخمسينات من القرن الماضي. ابتعدت عن الفن في بداية الخمسينيات بسبب زواجها، وعندما انفصلت عن زوجها حاولت العودة إلى الفن مرة أخرى، ولكنها لم تحظى بالفرصة اللائقة وظلت حبيسة في الأدوار الثانوية، ولم يساعدها جمالها على الاستمرار في مجال الفن لتختفي أخبار الفنانة آمال وحيد تماما منذ أواخر أعمالها سنة 1957 عندما شاركت في فيلم غرام المليونير في دور ميرفت هانم أمام عبد السلام النابلسي وسامية جمال وكمال الشناوي والمخرج عاطف سالم. وسنة 1957 نشرت مجلة الكواكب مقال بعنوان الحظ يعاند الجميلات. تناول في هذا المقال عدد من قصص الجميلات السينما وما يواجهوه من صعوبات وتحديات في بداية مشوارهم، وكيف تستطيع بعضهما أن تتحرر من أثر الجمال بينما ظل البعض الآخر حبيسة في قيود الجمال فلم يكتب لهم النجاح. ذكرت مجلة الكواكب بعض الأمثلة لنجمات لم يحققوا النجاح رغم الفرصة الأولى، ومنهم آمال وحيد التي فشلت في الفن والزواج. شاركت الفنانة آمال فريد في 12 فيلم. البداية كانت سنة 1945 من خلال فيلم لست ملاكا وابن الشرق، وحتى سنة 1957 من خلال مشاركتها في فيلم غرام المليونير. وسنة 1946 شاركت آمال فريد في فيلم شمعة تحترق مع عزيزة أمير ويوسف وهبي. وسنة 1947 شاركت في فيلم ليالي الأنس مع نيازي مصطفى. وفي نفس العام شاركت الفنانة ليلى مراد ويحيى شاهين ويوسف وهبي فيلم ضربة القدر. وسنة 1948 شاركت في فيلم أميرة الجزيرة مع تحية كاريوكا وبشارة وكيم وكمال الشناوي. وسنة 1949 شاركت في فيلم البيت الكبير مع الفنانة أمينة رزق وسلمان نجيب. سنة 1951 شاركت في فيلم سماعة التليفون مع شادية وعماد حمدي، وبعد ذلك ب3 أعوام بالتحديد. وسنة 1954 عادت لتشارك في فيلم البنات مقامات، أقصد الناس مقامات، مع شكري سرحان ودرية أحمد. وسنة 1956 شاركت آمال وحيد في فيلمين هما حب وإعدام مع سميرة أحمد وعماد حمدي والمخرج كمال الشيخ، وفيلم إزاي أنساك الموسيقار الكبير فريد الأطرش ومع صباح والمخرج أحمد بدر.